والله زي ما بقول لك كده، الاشاده والانبهار جاي لك من الناس الاجانب اللي بره، اما اولاد بلدك بيهدوا في منتخب مصر. زي ما بقول لك كده، جاي لك في حلقه النهارده بفيديوهات بالصوت والصوره، بالصوت والصوره لما يكون رئيس امريكا بيشيد بلاعيبه النادي الاهلي، او يا عم خلينا نقول بيشيد بلاعيبه منتخب مصر، ويجي لك من الناحيه الثانيه فئه من، يعني مش رضا عبد العال بس، لا ده كذا واحد تاني طلعوا بيقللوا من منتخب مصر وبيقللوا من حسام حسن. انت متخيل؟ وجاي لك الديك بيأذن الحلقه الساعه 5 الفجر، يعني صلاه الفجر طلعت من صلاه الفجر، وبرضه انت يعني ادام صليت الفجر في ليله ماتش امبارح تقوم كل يوم تصلي الفجر. ادام قمت عشان ماتش، لا يبقى انت كده لازم تقوم كل يوم عشان تصلي الفجر. يبقى ما تكونش مثلا نمت بدري وقمت بدري عشان تسمع الماتش وتيجي على صلاه الفجر كل يوم وتضيعها، لا تقوم بدري عشان صلاه الفجر كل يوم. واظب على صلاه الفجر، مهمه جدا. فجاي لك بحلقه بعد صلاه الفجر تستحق انك تعمل لايك يعني في بدايه الحلقه. زي ما بقول لك كده، الناس اللي في مصر او فئه من الناس، خلاص بقى، او فئه من الناس في مصر عمالين يقللوا من منتخب مصر وانجاز منتخب مصر وانجاز كابتن حسام حسن، ده كله جاي لك فيه بالصوت والصوره. بس قبل ما نبدا، على فكره احنا هنختم بمحمد ابو تريكه. يعني تقدر تسيب ابو تريكه كده وتطلع من اول الحلقه، ابو تريكه يبقى مستنيك في اخر الحلقه تسيبه وتمشي؟ ما ينفعش. فلازم تكمل الحلقه دي الاخر معايا فضلا وليس امرا، وتعمل لايك وتشترك في القناه، وقبل ده كله تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا نبدا، يلا نبدا. اول واحد معانا هو اسامه حسن. اسامه حسن اللي جاي بينتقد في لاعب مش من نجوم مصر دلوقتي، ده من نجوم العالم. صحف عالميه بتقول لك هو افضل ظهير ايمن في العالم دلوقتي، او افضل ظهير ايمن في المونديال لحد دلوقتي دفاعيا وهجوميا. ايوه زي ما بقول لك كده، الصحف العالميه كلها بتشيد بيه. يجي لك واحد زي اسامه حسن يقلل لك منه. اسمع معايا الفيديو الجاي ده وبعدين نرجع لك، عشان كل الفيديوهات مربوطه ببعضها، يعني لازم تسمع كل الفيديوهات عشان تفهم الحلقه. ندي مثال كابتن حسام حسن لما كان مثلا محمد هاني، ولا جمهور الاهلي ولا جمهور فلسطين ولا الاردن ولا حد مقتنع بمحمد هاني بكره منتخب مصر. مين احسن باكات في مصر؟ في اثنين، يعني الفتره اللي فاتت دي في اثنين طلعوا وصغيرين يعني. رضا هايل وصغير 2003 الاهلي يعني محمد هاني لعيب بالنسبه لي اقل من قليل وسنه 31 سنه. بيقلل لك من محمد هاني وبيقول لك محمد هاني لاعب قليل، محمد هاني لاعب ملوش خبره، محمد هاني لاعب عنده 31 سنه على الفاضي. بقى محمد هاني اللي لاعب قليل الخبره. محمد هاني دلوقتي حديث المونديال حرفيا، مش انت اللي بتتكلم عنه او مش الاهلاويه اللي بيتكلموا عنه. محمد هاني دلوقتي العالم هو اللي بيتكلم عنه. جالك شوف زي ما شفنا كده، شيف شتايجر منبهر باداء محمد هاني. لما يجي نجم عالمي زي ده ينبهر باداء محمد هاني، ويجي واحد زيك ملوش لازمه يقلل من محمد هاني، يبقى انت فعلا ما بتفهمش كوره، يبقى انت فعلا مالكش لازمه. ايوه، ما هو الكلام ده يعني دلوقتي محمد هاني رد عليك، شتايجر ذات نفسه شفناه رد عليك، او بيقول لك اصلا انا حجزت تذكره مباراه مصر ونيوزيلندا عشان اتفرج على محمد هاني، ما قالكش عشان اتفرج على منتخب مصر. فده يبين لك ان محمد هاني لاعب كبير. زي اي لاعب ليه اخطاء، اي لاعب ليه موسم سيء، ده كان موسم سيء على لعيبه النادي الاهلي كلها، موسم سيء على النادي الاهلي كله. فما نجيش يا باشا ننتقد في محمد هاني، لا محمد هاني دلوقتي اثبت عن جداره ان هو افضل باك رايت مصري زي ما قلت لك قبل بدايه كاس العالم. تعالى بعد كده نخش على مين بقى، على تاني فقره معانا وفيها مين؟ الهجاص رضا عبد العال. ودي اهم فقره، لان الفقره دي هيكون فيها 3 فيديوهات، والثلاث فيديوهات دول مربوطين ببعض، واخر فيديو فيهم هو فيديو ابو تريكه ورد ابو تريكه عليه الرد المبهر بتاع ابو تريكه. وشوف يا جماعه، لبقه الكلام عند ابو تريكه، لبقه الانتقاد عند ابو تريكه، لا ابو تريكه في حته ثانيه. لكن هنبدا باول فيديو لرضا عبد العال، ورضا عبد العال بينتقد في نفسه. هتقول لي ازاي يعني رضا عبد العال بينتقد نفسه؟ اقول لك والله بينتقد نفسه، هو ممكن يكون من غير ما يقصد لكن بينتقد نفسه حرفيا. اسمع اول فيديو معانا لرضا عبد العال، وهقول لك في ثاني فيديو هو ليه رضا عبد العال بينتقد في نفسه. في كل حاجه مصر بتعملها حلوه انتوا اللي بتطلعوا وتشككوا فيها، احنا بتشككوا كده في صلاح وتشككوا في فوز المنتخب عشان تعملوا دايما وقيعه بين حسام وصلاح، واخد بالك؟ بس ان شاء الله الجماهير هتفوق ان شاء الله، وهتعرف ان اللجان دي اللي هي اسوأ حاجه اتوجدت في كره القدم. اهو طالع بيقول لك ان في لجان الكترونيه بتهد منتخب مصر، في ناس طالعه على السوشيال ميديا بتهاجم منتخب مصر، في ناس طالعه عماله تهاجم في حسام حسن، عماله تهاجم في لعيبه منتخب مصر، مش عايزه منتخب مصر. الناس شايفه وهي عماله تقلل من منتخب مصر
وهو طبعا الراجل قاعد بريء على جنب، لكن الحقيقه ان هو اول واحد بينتقد لعيبه منتخب مصر. هتقول لي ازاي؟ اقول لك والله جايب لك فيديو بينتقد منتخب مصر، وفيديو يا جماعه مهين ان واحد يبقى مصري يقول كلام زي ده. ايوه والله لما تبقى مصري وتقول كلام زي ده يبقى الفيديو ده مهين ليك، يبقى انت كده بتهين في نفسك، يبقى انت كده مش مصري حرفيا. اما تبقى بتصفي حسابات بينك وبين مثلا حسام حسن على مثلا على حساب منتخب مصر، لا اصل رضا عبد العال ده لاعب كره قدم مصري مشهور، الناس بتسمعه وناس كتيره بتسمعه، فلما يكون ناس كتيره بتسمعه ما ينفعش يطلع منه الكلام اللي انا هوريه لك في الفيديو دلوقتي، كلام ما يطلعش من لاعب كوره. واخر حاجه هوريها لك رد ابو تريكه. يا جدعان يا جماعه رد ابو تريكه ده في حته ثانيه، والله في حته ثانيه. انت يعني وانت بتسمع الرد بتاعه كده بتبتسم لان رده بيبهرك، لكن اسمع الاول ابو تريكه وهو بيرد على نفسه. ابو تريكه مين يا عم؟ ابو تريكه مين هتودينا في داهيه؟ رضا عبد العال وهو بينتقد في نفسه. رايك ايه لو حسام حسن عدى بمنتخب مصر الدور الجاي؟ لو خد كاس العالم. عارف لو خد كاس العالم؟ لو خد كاس العالم. انا فنيا مش مقتنع. ايوه الراجل عدى بكاس يعني ما منتخب مصر دور اول، وانت بتقول لو اخد كاس عالم كمان مش مقتنع في بيه. اكتر من كاس العالم. والله انا مقتنع، مش مقتنع بيه فنيا خلاص. ما جبتلكش حاجه من عندي، ما جبتلكش حاجه من عندي، هو رد على نفسه. هو بيقول لك في لجان بتهدم منتخب مصر، في ناس بتحارب منتخب مصر، في ناس مش عايزه حسام حسن يطلع مع منتخب مصر. طلع بعد كده بفيديو ببص لقيته طالع بيقول لك ايه، لو حسام حسن خد كاس العالم مع منتخب مصر انا مش مقتنع بيه. الراجل بيقول له طب حسام حسن صعد، يقول له اعمل له ايه؟ انا مش مقتنع بحسام حسن، انا مش بحب حسام حسن. انت متخيل واحد دلوقتي بيصفي حسابات على قفا مين؟ على قفا منتخب مصر. ما هو منتخب مصر دلوقتي اصل حسام حسن ده مدرب مين؟ ما هو مدرب منتخب مصر. طب لما ياخد كاس العالم مثلا ان شاء الله يعني هيبقى ده خدوا المنتخب مصر، مش هيبقى حسام حسن اللي خد كاس العالم، ده منتخب مصر اللي خد كاس العالم. لما كده مثلا العلم يترفع، مش هيترفع علم مرسوم عليه حسام حسن، لا ده هيبقى مرسوم عليه نسر منتخب مصر، هيبقى مرسوم عليه علم منتخب مصر. فمش هيبقى حسام حسن اللي خد كاس العالم، لا ده هيبقى منتخب مصر اللي خد كاس العالم. تيجي دلوقتي انت ترد على نفسك بعد ما كنت بتقول ده في لجان الكترونيه، ترد على نفسك وتقول دلوقتي ان منتخب مصر لو خد كاس العالم انا مش مقتنع بحسام حسن. طب هي مين دلوقتي اللجان الالكترونيه؟ مين دلوقتي اللي بيهدم في منتخب مصر؟ مين دلوقتي اللي ضد منتخب مصر؟ اظن انت كده الرد واضح ليك، يعني انت شفت كل حاجه بعينك، شفت رد بس لسه في رد ابو تريكه. يعني احنا شفنا الهجص بتاعه ده وان هو بيغني ويرد على نفسه، لكن ما شفناش رد ابو تريكه، لان رد ابو تريكه نصيحه من اخ صغير يا كابتن حسام، انت ماسك في مجال عام، انت مدرب ل 120 مليون، اسمع لكل الناس، اسمع لكل الناس وكبر دماغك، بلاش مشاكل وبلاش مشاكل. في هناك زملاء ليك واصدقاء ليك، ما توقفش على واحده. رضا عبد العال انا رضا لعيب كبير على فكره، كبر يا كابتن حسام، والنتائج هي وعفى الله عما سلف، مهما يكن صديق وزميل. اخر كلامه مهما يكن ده زميل ليك يا كابتن حسام حسن، يعني برضه عطى، يعني قال له حسام حسن كبر دماغك من الناس دي كلها، وقصده يعني وقال رضا عبد العال عامه قال له كبر دماغك من الناس دي كلها، الناس دي كلها بتحاربك، لكن جاله في اخر الكلام وقال له مهما يكون، عشان كابتن حسام حسن رفع عليه قضيه، قال له لا يا كابتن حسام حسن هو مهما يكون زميل ليك. يعني شوف زي ما يكون بيصالحهم بالطريقه. شفت يا جماعه كميه يعني ابو تريكه في الانتقاد بتاعه ملوش حل، اسطوري في الانتقاد بتاعه، في التحليل بتاعه اسطوري، في التحليل بتاعه يعني عايز يصالحهم على بعض بالطريقه. انت متخيل بيقول له يا كابتن حسام حسن مهما يكون ومهما يعمل انتوا الاثنين زملاء، ما ينفعش اللي بيحصل بيناتكم. مع ان يعني شفنا رضا عبد العال الهجص اللي حصل منه ده كله، شفنا الانتقاد لكابتن حسام حسن والانتقاد لمنتخب مصر شفناه في الفيديوهات اللي انا وريتها لك اللي فاتت دي كلها، لكن ده كله كوم وابو تريكه ورده على كابتن حسام حسن ونصيحته لكابتن حسام حسن دي تتحط في ركن لوحدها، دي كده تتحط في ركن لوحدها. والفيديوهات اللي انا وريتها لك والهجص بتاع اسامه حسن ورضا عبد العال وده كله يتحط في جنب لوحده. لكن قبل ما نخلص الحلقه ايوه عايز اقول لك ازاي ترامب بيشيد بنجوم منتخب مصر. اسمع معايا الفيديو ده واوريك ان كابتن ابراهيم حسن بيقول لك ان ترامب منبهر باداء منتخب مصر. ترامب دخل فيه، ترامب بيشد المنتخب المصري بتصريح ليه، فدي حاجه لسه مين يا طبعا كابتن؟ عشان عندنا مين؟ بالنهار الصادق بالله. مين؟ ترامب رئيس الامريكي. الولايات المتحده. احنا عندنا استقبال اهو في الفندق لسه. بيقول لك ترامب منبهر باداء منتخب مصر يا جماعه، لان منتخب مصر مبهر الجميع لكن غير مبهر اي حد ما عدا رضا عبد العال. منتخب مصر اي حد شايفه منتخب من احسن المنتخبات في البطوله لحد دلوقتي
رضا عبد العال شايفه مش من احسن المنتخبات. حسام حسن مسك منتخب مصر في المركز ال 35 عالميا، دلوقتي منتخب مصر في المركز ال 36 عالميا. ايوه زي ما بقول لك كده في ال 26 عالميا، يعني ادى منتخب مصر 9 مراكز، و9 مراكز مش سهله يا جماعه. فزنا اول فوز في تاريخنا في كاس العالم، فزنا في بطوله افريقيا، وصلنا لنص النهائي، طلعنا بسيناريو صعب برضه. كان كابتن حسام حسن يعني اخطا في المباراه عامه ان هو دافع، لكن الخطا بتاع مباراه السنغال ده عايز اقول لك ان هو حول كابتن حسام حسن من مدرب دفاعي لمدرب هجومي يا جماعه. ده عمل دلوقتي بيعمل ماتشات هجوميه، انت بتبقى هجوميا احسن من بلجيكا، بتبقى هجوميا احسن من منتخب نيوزيلندا، بتبقى هجوميا احسن من منتخب اسبانيا، كنت هجوميا احسن من منتخب البرازيل، كنت هجوميا احسن من المنتخبات دي كلها. انت متخيل انت بقت فين؟ بقت هجوميا افضل. فماتش السنغال حول منتخب مصر من منتخب دفاعي لمنتخب هجومي، وده كله اللي احنا كنا عايزينه من كابتن حسام حسن ومنتخب مصر، وده فعلا هو اللي حصل من كابتن حسام حسن. 160 ألف دولار دلوقتي للنادي الأهلي زيادة بعد المليون ونص اللي خدهم من دور المجموعات. 160 ألف دولار للنادي الأهلي بعد صعود منتخب مصر. لو منتخب مصر صعد أول أو ثاني هياخد النادي الأهلي 160 ألف دولار. لو منتخب مصر صعد كمركز ثالث النادي الاهلي هياخد 170 الف دولار. هتقول لي ليه؟ اقول لك لان النادي الاهلي لو صعد مركز ثالث هيقعد ايام اكتر، وكل ما المنتخب بيقعد ايام اكتر اللعيبه او النادي بياخد فلوس اكتر على اللعيبه، يعني كانه مطلعهم باليوم، كل يوم زياده المنتخب ياخد فلوس اكتر. وبرضه الاتحاد المصري زي ما قلت لك في حلقه امبارح بيكافئ كابتن حسام حسن وبيمدد عقد كابتن حسام حسن لموسم او لسنه 2030. برضه هو يستحق يا جماعه، والله حول منتخب مصر من منتخب بلا روح لمنتخب بروح يا جماعه، والله حول منتخب مصر بشكل غير طبيعي. كابتن حسام حسن عمل من منتخب مصر منتخب فعلا، بقت كل فرق القاره، بقت كل فرق العالم عامله له حساب، الناس كلها بتتكلم عنه. لا كابتن حسام حسن هتقول لي انت بتتكلم عنه كتير، هقول لك والله اتكلم عنه كتير، ما اتكلمش ليه؟ الراجل يستحق، الراجل يستحق ان اتكلم عنه كتير، الراجل يستحق ان اتكلم عنه بالساعه وبالساعتين وبالربع ساعه لو الحلقه كلها اتكلم عن كابتن حسام حسن، لان الراجل يستحق. طب لو كابتن حسام حسن فشل احنا قلنا هنهري كابتن حسام حسن لو فشل، لكن الراجل ما فشلش، الراجل نجح، فلازم بعد ما ينجح نديله حقه. الراجل نجح مع منتخب مصر، لا انت نجحت يا كابتن حسام، ايوه خد حقك، نجحت خد حقك، فشلت كنا هننتقد فيك كنا هنهريك، لكن انت دلوقتي الحمد لله راجل نجحت مع منتخب مصر، كونت لعيبه، كل اي لاعب من اكبر لاعب ده محمد صلاح ذات نفسه خايف على مكانه، خليت نجم منتخب مصر الاول خايف على مكانه، تريزيجيه زي ما شفناه كان خايف على مكانه لما نزل، عمر مرموش هتشوف الماتشات الجايه بياكل نفسه لو لعبت ماتش ودي هياكل نفسه فيه، لان حاسس ان مكانه هيبقى في خطر، وممكن تلاقي مره واحده كابتن حسام حسن يعملها حمزه عبد الكريم اساسي مكان عمر مرموش. انا اتمنى عمر مرموش يفرتك الدنيا لانه لاعب مهم، لكن حمزه عبد الكريم شفناه في المباراه اللي فاتت، الراجل فتح سبرنت طار من فوق المدافع عطى الكره براسه لزيزو، الكره كانت خطيره قوي. فهو ممكن كابتن حسام حسن يستعمل الماتشات الجايه كمحطه ان هو يدي لصلاح وزيزو وبرضه يسجل اهداف براسه برضه، فممكن نشوف مفاجات من كابتن حسام حسن الفتره الجايه. ولو وصلت لحد هنا فانت وصلت لنهايه الحلقه، لكن حلقاتنا لسه ما خلصتش. لو وصلت لحد هنا اتمنى ان الحلقه تكون عجبتك، استنانا بكره باذن الله في حلقه جديده. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام.